بص بقى الخبر ده بيقول لك ايه. بدايه من 2026 هتكون الزياده على اي تليفون جاي من بره تركيا عشان انت تفتحه جوه تركيا لازم تدفع عليه الضريبه دي كام؟ 57,000 ليره وشويه، يعني حوالي 1300 دولار. طب هو دلوقتي المفروض ان احنا كنا ندفع كام؟ ندفع 42,000 وشويه. طب الضريبه دي عباره عن ايه؟ اي تليفون جاي من بره تركيا يعني مش تركي، مش متسجل في تركيا، بيسمح لك ب3 شهور ان انت تستخدمه. بعد ال3 شهور ده بيتقفل. عشان تعرف بقى تفتحه تاني او تعرف ان انت تستقبل فيه مكالمات او ان انت تستخدمه لازم تدفع الضريبه دي اللي هي هتبقى كام؟ هتبقى 57,000 وشويه. عشان كده زي ما احنا بنشوف ان تركيا من اغلى دول العالم في الاجهزه الاجهزه التليفونيه، في التليفونات. يعني في الايفون مثلا تلاقي مثلا في دوله بيتباع ب1000 بس في تركيا بيتباع بحوالي 2000 دولار. ليه؟ عشان موضوع الضريبه دي. فايه الحل بقى اللي بيكون رخيص شويه؟ ان انت بتجيب تليفون رخيص تمام وبتفتح منه هوت سبوت او ان انت بتستقبل منه المكالمات، والتليفون اللي معاك ده بتكون انت مشغله بناء على التليفون الصغير اللي انت جايبه، او ان انت تدفع الضريبه.